وإلى متسابق آخر ومن المركز كرار محسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخص يحب له بنية مريضة بمرض السرطان، فيقول من تحب لك شخص وتعرفه راح يموت، ويظل يحكي الوجع من يوم كان يفوت. هي تقول الوجع ساعة براسي يفتر، ساعة بالرجلين، أو ساعة يطيح شعري، وساعة رمش العين، أو ساعة أخذ علاج، أو ساعة بس سنين، ساعة أبكي البكي بسكوت. من تحب لك شخص وتعرفه راح يموت، ساعة أهل طلايب ما أعرفهم ليش، أو ساعة تقول تقضي بس بعد ايش. مطشرين أهلي مثل جند بجيش، كل ساعة بوحدة يذبونه، وبالتالي شهيدي يرجعونه. ساعة تقول عيشا عند أحلام، وساعة تقول أموتا حتى ما ألام، و10 ساعات تقنع روحه، ساعة تنام من وجع يقعدها، لا أعرف تاليها ولاحتها. ساعة أمه تجي بحجة تهديني، تنومني بحضنها وتمسح بعيني، وكو حكاية حكتها لسه بدنا الدور، من باقي عمرها تدير لسنيني، وابوي يحتار بيا يودني يا دكتور، وحالتنا فقيرة وعدنا بس طيور، ومن العوز بعنا الميز والكنتور، ولميت يدوم بعلاقة، وما اريد منك تقترب علا زي جرحك، تعرف بعلته وبالمرض، وتعرفنا كابر بعز ونين واضحك. هواني فترة ورايحة عن البيت، واني من اموتا وسع حنة وشكليت، فرحانة كلش من عشقت وحبيت، والمرض ياكل بيا بس ما ادري، متعنمة روحي من الصغر علوعات، والمرض صدمة. صح اتفق انا وياك، بس ما تخيل من اخوي الصدمات، واخوي ما عرف طبعي ولا لام، جرح التارس الدنيا ولا لام. ايش ما احكي يغلطني، والإيلام يقل انت السبب ويشمت بيه،